اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم اللهم امين. قلت لكم شتاء يعني طواجن، ومادام بقى فتحنا في الشتاء والطواجن، فالشتاء ده لازمه طاجن كوارع كده عجب، حاجة كده تستاهل بقكم. الكوارع زي ما انتم شايفين دايبة خالص مستوية، عاملاها بطريقة مختلفة عن اي مرة كنت بعملها قبل كده. عجبتني جدا الطريقة، مميزة وفي نفس الوقت تشجعني ان انا اكل كتير منها. يا جماعة بلاش نعمل دايت، ده مشروع فاشل جدا. الكوارع معايا هنا مكانتش مقطوعة، ما كانتش متكسرة يعني، بس زي بعضه. حطيت فيها ليمون، ورق لورا، حبهان، فلفل اسمر، قرنفل، الحاجات دي شالت الزفرة اللي فيها، والخل طبعا، والملح والسكر، ومعلقه صغيره من الطحينه. الخضار اللي معايا جزر وبصل، والبهارات الحب اللي معايا لورا، فلفل اسمر حب، كبابه صيني، وحبهان. فحلة على النار، طبعا المية تكون بتغلي، هنزل بالخضار بتاعي وهنزل كمان بالبهارات. ده شكل الكوارع معانا او الرجل، بلاش نقول الرجل، الكوارع ألذ والطف يعني. شكلها نضيف جدا ومفيش فيها اي ريحة كده يعني، لا ريحتها كانت حلوة. وطبعا في محاولة ان انا اخلي الكوارع تدخل في الحلة دي، كانت محاولة فاشلة، فحطيتها في حلة كبيرة زي ما انتوا شفتوا. اي لحمه او اي فراخ بعملها مش بتعمل معايا ريم، ما عدا الكوارع بتعمل ريم، وده شيء وارد جدا. فهنعمل ايه؟ بالمغرفه بتاعتنا عادي جدا، وطبق على جنب، وكل ما يتكون رغاوي نشيلها لحد ما هنلاقي الشوربه معانا بقت رايقه ولونها جميل بالشكل ده كده. يلا بينا بقى نعمل الطشه بتاعتنا بتاعت الفته اللي هتخليها مميزه، واي حد ياكل الفته من ايدك ما ياكلهاش بعد كده غير من ايدك انتي. معايا معلقه كبيره خل، صلصه طماطم، والبهارات بتاعتي، فملح، فلفل اسمر، بهارات مشكله، وكتروا في الفلفل الاسمر، ومعلقه كبيره جدا من الثوم المهروس. في حله على النار معلقه كبيره من الزيت، وننزل الثوم. هنفضل نقلب كده لحد ما يعمل تش، ايوه تش، وانزل بالبهارات بتاعتي تقليبه سريعه سريعه، واقوم نازله بالمعلقه الكبيره من الخل. هنطش الثوم بالخل. الطريقه دي اتنين مع بعض. يعني ايه اتنين مع بعض؟ يعني انا كده خدت طعم الطشه بتاعت الخل والثوم، وخدت طعم الطشه بتاعت الصلصه بالثوم. بعد كده هحط الصلصه بتاعتنا واقلب في السريع كده لحد ما تغلي معانا، المكونات تدوب، وكل شويه هبص عليها واديها تقليبه لحد ما توصل للقوام اللي انا عايزاه. تعالوا بقى نشوف الرز بتاعنا هنعمله ازاي. وانا كامال بعمله بطريقه مختلفه شويه عن اي حد. فلفل اسمر، ملح، بهارات مشكله، مكعب مرق دجاج، وكوبايتين من الرز المصري مغسول متصفي. في حله على النار هجيب معلقه كبيره من الزيت ومعلقه من السمنه او الزبده، بس انا بحب تكون السمنه افضل. هقلب لحد ما السمنه تدوب، وبعد كده انزل بحوالي ربع الرز اللي معايا او ازيد من ربع بحاجه بسيطه. مش عايزه الرز يصفر، انا عايزاه بس يفلفل كده ويفك من بعضه. هفضل اقلب لحد ما اوصل للخطوه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هو الرز يفك من بعضه وياخد زي لون اصفر بسيط جدا، ما يوصلش حتى للذهبي. شايفين هو كده الرز فاكك من بعضه، هو ده الخطوه اللي انا عايزاها. بعد كده هنزل بكل الرز اللي معايا، طبعا هفدي كل حبايه رز موجوده في الطبق. حطينا البهارات بتاعتنا وهنقلب. الرز بتاع الفته بحبه يبقى الفلفل الاسمر باين فيه شويه، بحس ان هو كده بقى ليه شخصيه وبقى مميز كده وطعمه جميل. حتى لو من غير فته تقدروا تاكلوه من غير اي حاجه جنبه. نزلت بالميه المغليه، كوبايات الرز المصري عليها نفس عدد كوبايات الميه. هفضل اقلب كده لحد ما اتاكد ان البهارات دابت، وبعدين اغطي عليها وهدي واسيبها تستوي. شايفين العيش ده؟ العيش ده موجود في كل بيت، العيش المصري الاصيل بتاع اي طابونه وبتاع اي بيت. طبعا انا ملقتش في اي مكان جنبي اللي هو العيش الشامي اللي انا بحب اعمل بيه الفته، فجبت ده وعملت بيه. انا مش بحب ده ليه؟ عشان شويه بيبقى غامق، بس انا برضو عرفت ان انا اخلي الطريقه ناجحه ولونه يبقى ذهبي. قطعت العيش مكعبات بالشكل ده كده، تكون مربعات ومتساويه مع بعضها. لو هتعملوه في كشري يبقى يكون مثلثات، لكن فته خلوه مربعات زي دي كده. بس يا جماعه برضو هو حلو، ونعمه ربنا كلها كويسه وجميله، وما ينفعش ان احنا نعترض عليها. خلصت كده كل الكميه. تعالوا اوريكم بقى الكوارع معانا كانت دايبه. انا حطيت معلقه صغيره جدا من السكر، الكوارع بقت دايبه بالشكل ده كده.
اللحم فصل عن العظم بتاعها، فهحط معاكم ملح ومكعب مرق الدجاج. انتوا مش محتاجين مكعب مرق الدجاج، بس مش عارفه انا حطيته ليه، مفيش مشكله. شايفين الكوارع اللحمه بتاعتها فصلت عن العظمه، وده اكبر دليل ان هي استوت وبقت دايبه جدا معانا. الرز برضو استوى بقى مفلفل جدا زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله ريحته كانت حلوه جدا. تعالوا بقى نقلي الزيت. مش لازم يكون زيت جديد، زيت ما كان قلي بطاطس كانت عندك او حاجه، لان كده كده بعد العيش الزيت ده احنا هنرميه. وهبدأ ان انا اوزع العيش بالطريقه دي. درجه الحراره تكون وسط معانا واحنا بنقلي العيش، مش عالي ان هو يتحرق ومش هادي ان هو يشرب زيت وما يبقاش حلو. في طريقه تانية ليكم ان انتوا ممكن تحطوه بمعلقه زبده وهو لسه ما اتقلش، يعني بعد ما تقطعوه وتحطوه في الفرن مع التوم والحاجات بتاعته. بس انا بفضل الطريقه دي ليه؟ بيبقى مقرمش شويه، مش اللي هو ممكن يدوب كده في الصلصه والرز ويبقى طعمه وملمسه مش لطيف. انا بحب الطريقه دي. هطلع كل قطع الكوارع اللي موجوده معانا في الحله في طبق على جنب. البيت بقى كله بخار وفتة وريحة كوارع ورز وحاجات من دي، كان ملان دفع على الاخر. ريحة كده حلوة قوي بترجعني لأيام تانية جميلة. شايفين الشوربة لونها فاتح ازاي، حلوة قوي معانا. ده بسبب ان احنا كنا منضفين الكوارع قوي ومشينا على الخطوات صح. دي بقى الكوارع معانا. احط القطع اللي هي متقطعة ديت عادي في الطاجن بتاعنا. انا بحب استخدم الطواجن صحية سهلة في التنظيف وفي نفس الوقت نفس احلى. هقطع القطع بتاعه اللحم دي بالسكينه بالراحه. شايفين ما شاء الله السكينه بتمشي فيها سهل جدا لان هي مستويه على الاخر. هبدا ان انا اقطعها قطع صغيره. بصوا بسم الله ما شاء الله السكينه بتمشي فيها بسرعه جدا من كتر ما هي مستويه قوي. الناس اللي ما بتحبش الكوارع رساله ليكم، انا بحب الكوارع ومهما عملتوا انا برضو هفضل احب الكوارع. هنزل بكل القطع دي في الطاجن، وهنجيب الصلصة بقى اللي احنا عملناها بتاعة الفتة وهننزل بحوالي 3 أو 4 مغارف منها على الطاجن. هنا الطاجن معانا هنحطه في الفرن، مش محتاج ان هو يستوي ولا اي حاجة، هو مستوي بس انا عايزاه ياخد نفس الطاجن، فهحطه في الفرن لمدة ربع ساعة وبعدين هطلعه على الشواية علشان ياخد لون كده تمام قوي. نيجي بقى للعيش بتاعنا الجميل. بصوا مقرمش ولونه برضو حلو، خدت اللون اللي انا عايزاه برضو. معايا البهارات هنا فلفل اسمر، ملح، بهارات مشكله، معلقه من الخل، وربع كوبايه صغيره من الشوربه، وربع كوبايه من صلصه الفته. والثوم هنا كميه كتيره بس انا مش هستخدمها كلها، انا هستخدم حاجه بسيطه منها. يعني فته يعني توم بس. يعني دي بقى الطريقه دي ما تتعبش وفي نفس الوقت خفيفه كده، ومش اللي هي تعمل حموضه، لا تحس ان انتوا عايزين تاكلوا صينيه كامله منها. هرست كده حوالي 4 فصوص توم من التوم اللي موجود معانا في نفس الطبق بتاع البهارات. هبدا انزل بالخل والشوربه والصلصه. الطريقه دي افضل كتير من اي طريقه تانية انتوا جربتوها. انا معرفش انتوا بتجربوها ازاي، بس دي اكتر طريقه انا جربتها وكانت عجباني جدا وخلتني علمت عليها علامة صح كده ان هي دي ماي بيست. هجيب طبق واسع وانزل فيه بالعيش وهبدأ اوزع الشوربة او الميكس اللذيذ اللي احنا عملناه ده. ريحته حلوة، ريحته بتفكرني بحمص الشام بقى والكشري. ريحته لذيذة يا جماعة، مش سهلة كده، مش بسيطة الريحة دي جبارة فعلا. وهقلب العيش بالشكل ده عشان انا قليت العيش، فالعيش لسه هيفضل لسه زي ما هو محتفظ بالقرمشة بتاعته. شايفين الطاجن؟ شايفين البابلز اللي عمالة تطلع دي؟ شايفين قلبي؟ ملهاش حل. انا بصراحة بحب يعني بفكر ان انا افتح مطعم كده يكون للطواجن بس. هنزل بكمية عيش. معرفش انا جبت الصينية دي ليه، على امل ان هو كان يطلع شكل وردة بس ما طلعش وردة. مش عارفة انتوا لاحظتوا ان هو شكل وردة ولا لا. وبرضو طريقة الطبقات كانت غلط، مفروض كان الرز الاول وبعدين العيش، بس اللي حصل ما تقولوش تسرع بقى ولا كان ايه مني مش عارفه، بس برضو طلعت لذيذه وحلوه. حطيت كميه معقوله من الرز وهبدا برضو احط من الصلصه اللي احنا عملناها دي بتاعه الخل. هنزل منها برضو على الرز
واحاول افرد العيش بالشكل ده كده، جرنشوه على حسب ما تحبوا، يعني افتكسوا كده، شغلوا عقلكم وقلبكم كده وانتوا بتعملوا الطبق ده. وهبدأ انزل بالصلصة بالشكل ده كده تحسبا، يعني لو حد ضيف جه عندكم فحاولوا ان انتوا تخلوا شكل الاكل بتاعكم حلو، والعين بتاكل قبل البق، وده مبدأ اكيد عندنا. طا شكل الطاجن تحفة خرافي وريحته تجنن. شايفين الجمال؟ والله ما لها حل. عايزه اكل حالا منها. يلا بقى عشان نقلب الصينيه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كميه العيش دي؟ انا هسيب العيش اللي على الاطراف، وهسيب هشيل العيش اللي في النص، وهسيب اللي على الاطراف. معلش متلخبطه من المنظر يا جماعه، ما انا برضو عندي حق. هحط القطع الكوارع بالشكل ده كده ونزينها على قد ما نقدر. عايزه اقول لكم لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه، تكتبوا لي كومنت حلو، تدعوا لي انا وامي ربنا يبارك لي فيها ويسعدها في الدارين اللهم امين. وجربوا الطريقه عشان هتعجبكم جدا وبألف هنا.